الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. أشكر إلى السادة الأفاضل زملائي الذين أكرمونا بالحضور، مولانا وشيخنا الشيخ إبراهيم جزاه الله خيرا، مولانا وأستاذنا الدكتور الدسوقي جزاه الله خيرا، مولانا الشيخ الفاضل الشيخ ممدوح أبو زيد جزاه الله خيرا، سيدنا الشيخ عزة جزاه الله خيرا، السادة الأفاضل الزملاء الأفاضل وجميع الحاضرين. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. احنا عاوزين بس نستمع عشان نسمع بعض، يا إما واحد يتكلم والتاني يسمع. ما ينفعش اتنين يتكلموا في مكان واحد. من حسن العشرة إن احنا نسمع لبعض. صح؟ تمام. النبي عليه الصلاة والسلام يعني ايه حسن العشرة؟ ببساطة خالص لما يكون بيننا وبين حد مودة وعيش وملح، أو بيننا وبين حد تاني معرفة وتواصل، علشان أحافظ على العشرة ديت أو على العيش والملح أو على المودة أو على الصحبة أو على الزمالة اللي بيننا، دي من سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وعلشان أكون رجل بسيط وأبسط ردائي للناس اللي عايشة معايا أو الناس اللي معاشراني ليل نهار، ده أمر تاني. الرجل البسيط الصحابي الذي كان يصب الماء على النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا أنت ممكن تقول يعني وضعه بسيط، ما هوش يعني للدرجة يعني. انت قعدت لنا ذكريات. ما عرفش اتكلم صراحه. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. سامحوني ما اعرفش اتكلم، لازم واحد بس يسمع يقول يتكلم. الرجل البسيط ده كان بيصب على النبي عليه الصلاه والسلام الميه، اللي هو الصحابي سيدنا ربيعه. فسيدنا ربيعه بيحضر للنبي عليه الصلاه والسلام الماء بتاعه، بيصب على النبي الوضوء بتاعه. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عاوز يقدم له اي حاجه من حسن العشره، يعني بيننا وبين بعض عشره، كتر خيرك بتصب عليا الميه عشان اتوضا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل يا ربيعه، انت عاوز ايه؟ قال: يا رسول الله اسالك مرافقتك في الجنه. يا سلام. هي العبره بايه؟ العبره بذكاء الصحابي برضه. يعني لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما قالوش الأرض الفلانية أغلى من الأرض الفلانية، أنا عاوز تديني أرض في المكان الفلاني أصلا مستقبلها جاي. لا، ما قالوش والله أنا ناقص لي كم ألف علشان أكمل الشيء الفلاني، طبعا لا. لكن ولا الآخرة خير وأبقى. أنا مش هبص لحاجة زايلة يعني، لا، أنا عاوز حاجة دايما، حاجة مستمرة لا تنقطع ولا تبيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سلني يا ربيع. قال: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الجواب مباشرة النبي قال له: هي لك؟ يعني هو دين نظري وخلاص؟ قال له: ما يهمكش أضمنها لك؟ طبعا لا. ما توحد الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. مش مباشرة النبي قال له هي لك، خلاص يا عم اطمن هي عندي وحط في بطنك بطيخة صيفي. طبعا لا. قال له: يا ربيعة أعني على نفسك بكثرة السجود. السجود لمن؟ والركوع لمن؟ طب في السجود والركوع نعظم من؟ ونسبح من؟ يبقى أنا دايما في لقاء مع الله ولا لأ؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام دلوا على إيه؟ على طريق الوصول إلى الله. فقال له: يا ربيعة أعني على نفسك بكثرة السجود. يبقى أنت سيادتك هتقول لي أنا والله بحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طب أنت بتصلي؟ والله على سطر بسيط سطر يا مولانا، ما تأخذنيش يعني. لا، دي فيها مؤاخذة. لا، هو أقرب ما يكون العبد من ربه وهو إيه؟ وهو ساجد. فيقوم النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة يديله أقرب الطرق وأيسرها يا مولانا.
أقرب الطرق وأيسرها وأسهلها للوصول إلى الله، أعني على نفسك بكثرة السجود. طيب صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. حسن العشرة، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيزور واحد في البادية فأكرمه، الرجل صاحبه ده أكرمه جدا يعني. فالنبي بيقول له إيه عليه الصلاة والسلام؟ قال له لما تنزل المدينة زرنا علشان نقدر نقدم لك شيء من الواجب. فالرجل الأعرابي لما نزل المدينة راح زار سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. صلوا على النبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له بعد ما أكرمه قال له سل. شوف هنا بقى فرق في الايه، في التفكير. هنا فرق في التفكير، واحد بيفكر نظره تحت رجليه وواحد نظره في السماء. ده بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ قال يا رسول الله أسألك ناقة أركبها وعنزة أحلبها. أنا مش عاوز حاجة خالص، أنا عاوز جمل أركبه ومعزتين أحلبهم بس. يا ده يعني تفكيره جد كده، تفكيره صغير جدا. لكن شوف كان سيدنا ربيعة كان نظره ايه وتفكيره ايه؟ قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. ده الشيء الايه؟ الشيء الذي لا ينقطع. لكن رجل أعرابي لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله أنا عاوز ناقة جمل أركبه ومعزتين أحلبهم وشكرا. النبي زعل برضه عليه الصلاة والسلام، قال يعني أيعجز أحدكم أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ إيه عجوز بني إسرائيل ديت يعني عملت إيه؟ عجوز بني إسرائيل دي كان لها قصة صغيرة وجميلة جدا، علشان بس نقول في حسن عشرة إن أنا أتكلم معاك ببساطة وبهدوء، وفي نفس الوقت خلينا برضو ناخد دروس وعبر حوالين الموضوع بتاعنا. الدروس من الدروس والعبر ديت إن أنا لما أفكر صح، ولما تيجي المناسبة ليا أقوم أخدها صح، ما تعديش مني أي كلام. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ أيعجز أحدكم أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ بنو إسرائيل لما كانوا طالعين من مصر فكان سيدنا يوسف عليه السلام اشترط عليهم أن يأخذوا جسده الشريف من مصر. فاليهود طالعين من مصر ماشيين مع سيدنا موسى ومع غيره، فقالوا إيه العلماء بتوعنا قالوا لينا لازم ناخد جسد يوسف عليه السلام من مصر. طب ومين عارف مكان جسد يوسف؟ قالوا امرأة عجوز كبيرة جدا في السن، واحدة كبيرة جدا في السن هنا في البلد هي اللي عارفة مكان قبر سيدنا يوسف. قال دلونا عليها ما نروح نسألها. انت يا ست تعرف المكان؟ قالت أعرف المكان بس بشرط. ايه هو الشرط؟ قالت يا موسى أن أكون معك في الجنة. يا سلام، أن أكون معك في الايه؟ في الجنة. فقال هذه ليست لي، دي مش بتاعتنا، أنا أسأل ربنا سبحانه وتعالى. خدت بالك؟ خلاص مش هيشرب يا سيدي، هو مش هيشرب، هو شارب كتير. انا بتشرب من الشيخ الدكتور عبد الشافي. الله يكرمك يا رب. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة العجوز قالت لسيدنا موسى عليه السلام يا كليم الله أو يا نبي الله أنا أريد أن أكون معك في الجنة. قال هذه ليست لي، أراجع ربي. فسأل الله عز وجل فقال الله عز وجل قل لها يا موسى ستكون رفيقة لك في الجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول للأعرابي وللصحابة كلهم وللأمة كلها أيعجز أحدكم أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ يعني الواحد لما يجي يفكر صح، يفكر لقدام زي ما احنا بنقول، يسأل الله عز وجل حاجة كبيرة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الايه؟ الأعلى. النبي عليه الصلاة والسلام من حسن العشرة، شوف من حسن العشرة بتاعته لما دعا على أهل قريش فبعدين أصابهم القحط والجدب والجوع والفقر والعطش وكل حاجة. أبو سفيان رجل ذكي، سيدنا أبو سفيان رجل ذكي جدا، قال الله النبي عليه الصلاة والسلام إذا إحنا توسلنا إليه وتوسطنا عنده هيقبل الشفاعة مباشرة. كتب له كلمتين صغيرين قد كده، قال له يا رسول الله أنت أبر الناس بس، أنت أوصل الناس بس. يعني أنت راجل بتحب الإيه؟ الحفاظ على العشرة اللي بيننا وبينك، أنت راجل اتربيت عندنا، ارحمنا. أرحمكم إزاي؟ قال ادعي لنا ربنا يكشف عننا القحط والجدب والجوع ده، وسيب الناس التجار يرسلوا التجارات والبضائع بتاعتهم لمكة. يا رسول الله أنت أوصل الناس وأنت أبر الناس.
لو ما كانوش يعرفوا إن النبي عليه الصلاة والسلام استوى على كل الأخلاق فصارت الأخلاق تؤخذ منه صلى الله عليه وسلم، ولذلك مدحه الله قائلا وإنك لعلى خلق عظيم. حسن العشرة موضوع كبير أفاض فيه سيدنا جزاه الله خيرا، يعني هذا يعني جزء من كل، لكن أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتهي. ندعو الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. شكرا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.